أنا عندي سؤالي هو إيه أكبر عدو لينا؟ أنا بالنسبة لي عارفين إيه أكبر عدو لينا؟ الحزن. الحزن ده أكبر حاجة فعلا عدوة لينا، مميتة، أمراض، كل حاجة ممكن تتخيلوها. أنا ما بقولكوش ما تحزنوش، احزنوا، بس أو نفسكم على حزنكم. يعني النهاردة في بوست شفته لمذيعة فقدت النطق. في اوقات كتيرة بيقولك ده مات من الحزن، ده نام وصحي لا قدر الله جاله مرض معين، جاتله جلطة. اوقات كتيرة احنا بنبقى صاحيين نايمين كويسين بس عقلنا الباطن كله شغال، بنبان ان احنا اقوياء بس من جوانا متدمر عشان احنا زعلانين. ما بقولكوش ما تزعلوش، اوقات كتير احنا بنبقى في العزا لما بنيجي نفقد حد بنبقى في قمة الانهيار، بس بياخد وقته، اكيد ما بتبقاش زي اول لحظة احنا تلقينا خبر الوفاة ده، فبتبقى الموضوع بياخد وقته. خلي الحزن برضو كده، ما تدخلهوش بكل قواكو. اوقات كتيرة غصب عننا ده بيحصل، بس ما تخلوهوش يتملك منكم لدرجة اللي ما حد ممكن ينام ما يقومش. طبعا الاعمار بيد الله ما فيهاش اي كلام، بس ما نقصفش عمرنا بنفسنا. بجد الحزن والزعل ده اكبر عدو للبني ادم، بيدمر كل الخلايا. انتوا اوقات كتيرة بتروحوا لدكاترة وبتلفوا وبتيجوا وبتروحوا، مفيش، ما بتلاقوش سبب. اوقات كتيرة بنبقى بنضحك فعلا على نفسنا وبنقول لا احنا نسينا المشكلة الفلانية، احنا نسينا احنا زعلانين من ايه، بس اول ما بتيجي بجد بتنام تبقى عايز تهرب، بس عقلك الباطن ما بيهربش لانك حاولت تضحك على نفسك. اخرجوا من حزنكم بجد، وربنا ما يكتب عليكم الحزن. لو قابلتوا قولولي انتوا بتعملوا ايه وبتتصرفوا ازاي، هستنى اجاباتكم بسرعة.